تعالوا نحول 2 كيلو سمنة نباتي لسمنة مرملة بلدي 100%. 100% وتحدي يا جماعة. بصوا التماسك، أنا عايزة أقول لكم إن أنا طلعتها طبعا، أحطها على التلاجة، يعني في التلاجة على الرف. طلعتها شوية عشان تفك، وكمان يعني حطيتها علشان ان انا اوريها لكم. بصوا ما شاء الله الترميله تحفه تحفه تحفه. ترميله والريحه والله جابت اخر الشارع. السمنه دي هي اللي عملت بيها المخبوزات، حتى انا على بال ما انا خلصت فده اللي باقي بعد المخبوزات. لان ما شاء الله ادوني 3 كيلو. سبسكرايب واشتراك لو انت مش مشتركه معايا في القناه، ويلا بينا على الفيديو ونقول بسم الله. وما تنسيش لايك للوصفه. معايا 2 كيلو من السمنة النباتي. دي سمنة كريستال يا جماعة الصفرة، ممكن تجيب البيضة كمان هتطلع لك لونها أبيض. تمام بالميزان، وأنا وزناها وحطها في الحلة. معايا كمان 2 كيلو من اللبن البقري المغلي أو لبن جاموسي اللي متاح عندك بقى. المهم إنه لبن من اللبان بخيره بقشطته بكله بدسمه كامل. دلوقتي بقى كمان هي دي طبعا اللي بتنقلها فعلا حقيقي لسمنة بلدي بلدي. معايا بقى القشطه دي قشطه لبن جاموسي، انا مجمعاها بقالي شهور طبعا. زي ما انتم شايفين الكميه اللهم بارك. الكميه دي حوالي تقريبا داخله على 2 كيلو. تمام، او 2 كيلو انا ما وزنتهمش، بس زي ما انتم شايفينهم كذا علب. اول حاجه بنحط السمنه النباتي على النار، اول ما تسيح انزل عليها بال2 كيلو من اللبن المغلي. تمام يا جماعه، اهم حاجه الخطوات، اتبعوني خطوه بخطوه. دلوقتي بقى هحط كمان القشطه، طبعا نازله بيها بالراحه. السمنه لسه طبعا ما غلتش ولا قدحت ولا الكلام ده، ولكن علشان ما تطرطش علينا وتحصل مشكله يعني ولسعات والكلام ده، فاحنا نحط القشطه كده وهي لسه في يعني دافيه. تمام، بس ونسيبهم بعد كده بقى ان شاء الله هوريكم كل المراحل. بجد الطريقة تحفة تحفة. سمنة بلدي، والله أنا كنت جايبة سمنة بلدي نص كيلو ب178 يا جماعة، 178 جنيه بقري. هنحط بقى معلقتين من الملح لكل كيلو سمنة. كيلو لبن حليب ومعلقة من الملح كبيرة. تمام يا جماعة، الريمة هي بدأت تطلع. الريم ده دوت طبعا بيبدأ اللبن ان هو يتبخر، والقشطة برضو بتاعتنا انها تتبخر، وهيعمل الريمة ديت لانه التبخير دوت بيعمل الريمة. طبعا انتوا عارفين اللبن. تمام، هنخلي بقى النار وسط. انا حطيت المعلقه هنا مفكره انها مش هتفور يعني، فانتي اهم حاجه انك تحطي الحاجات دي في اكبر حله عندك كده او حله كبيره، وعلى حسب طبعا الكميه اللي انتي عاملاها، علشان تبقى ايدك فيها في التقليب على طول والنار وسط. ودي خطوه مهمه جدا. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله الريحه. والله سمنه بلدي في المرحله دي، سمنه بلدي نيوزيلندي. عارفين من الزبده النيوزيلندي لما تسيحوها؟ الكيلو بتاع الزبده النيوزيلندي يا جماعه ب 500 جنيه، 480 تحديدا النيوزيلندي البقري. بصوا تبدا بقى اهي ما شاء الله المرته اهي. المرته لسه طبعا بيضه، بدات انها شايفين اللون بتاع السمنه ازاي اتغير. ما شاء الله الريحه تحفه. والله بقول لكم نص كيلو يا جماعه السمنه البلدي انا كنت جايباه ان ايه احط كده منه معلقتين على كل عيار من مخبوزات العيد اللي انا حطيتها. احطها لكم ان شاء الله في كلمه المزيد اللي في العنوان، وكمان احطها لكم في التعليق المثبت ان شاء الله علشان تشوفوهم. تحفة، مخبوزات ناعمة والريحة. الكحك يساوي اللي هو ب2400 دوت اللي سمعنا عنه، لأن السمنة تحفة نطراه في حتة تانية. وخلتني بقى كده عملت سمنة بلدي صافي. بصوا بقى بدأت تغيم اهو زي ما انتم شايفين وتبقبق كل ما ده. زي ما انتم شايفين كده اللبن خلاص اتبخر، والقشطة برضو اتبخر منها اللبن اللي فيها. وطبعا ادتني كميه مرته كتيره، لان بسم الله ما شاء الله كانت القشطه كتيره. اي كميه قشطه عندك حتى ولو نص كيلو هتقوم بالواجب وزياده في الريحه والطعم. بصوا بدأت ما شاء الله اهو. بنسيبها، انا بوريكم كل المراحل. ودي على فكرة مراحل ان انتوا تحولوا الزبدة لسمنة. الزبدة العادية لما انت تشتريها، بس زبدة طبعا اللي هي بقول لكم زبدة بلدي او زبده نيوزيلندي، ما تبقاش اللي انا ما جربت الصراحه الزبده الفرن، لان بجربها كتير وبستخدمها اصلا، ولكن قصدي ما سيحتهاش انها تبقى سمنه. بجيب زبده فرن بستخدمها كده.
لانها نباتي، فهل هي هتبقى ازاي؟ ما اعرفش. فانا بقول لكم ده تسييح الزبده لسمنه. بصوا بدات ازاي ما شاء الله تغيم اهو، لغايه لما تلاقوها ركضت ونزلت بالشكل ده. تاخد لها حوالي كده ساعه. وطبعا برضو زي على حسب الكميه، على نار وسط، وايدك على طول بالتقليب بايد خشب كده كبيره زي ما انتم شايفين، معلقه كبيره، علشان يعني ما تتلسعيش وكده. بصوا ما شاء الله المرته احنا هنخليها لغايه ما يبقى لونها اللي هو اللون البني الفاتح او الكافيه. هي طبعا لسه فاضل لها سنه، كل ما الاقيها رقدت خالص يعني في المرحله دي انا دقيقتين وهطفي عليها خلاص. اوريدي بسم الله ما شاء الله المرته، عايزه اقول لكم احنا هصنا مرته ادتني بسم الله ما شاء الله حوالي كيلو ونص، يعني حوالي كيلو وربع كده تقريبا، او كيلو ونص مرته. هصنا فيها بقى مع ما شاء الله، مع جنب بقى البيض المسلوق والفول، حاجه تحفه. وتصفت ازاي واستنيت لحد ما بردت خالص. احسن حاجه تشيلي فيها السمنه بسم الله ما شاء الله. زي كده برطمانات ازاز احسن طبعا، احسن وانضف يا جماعه جدا، انتوا عارفين طبعا. يلا بينا كده نقول بسم الله. لا ما شاء الله سمنه يا جماعه. بصوا انا هعبيها اوريها لكم في الاخر. اوكي هعبيها بالشكل دوت. البرطمانات الازاز بصراحه انا بفضلها في السمنه عشان ما تتفاعلش معاها، وكمان بتقعد برضو معانا فتره، ونحطها في التلاجة ولا ماده حفظ ولا اي حاجه. بصوا المرطه ما شاء الله غير بقى طبق كمان اكلناه في اليوم ده. انا بوريكم ادتني حوالي 3 كيلو الا، يعني الا 100 جرام ولا حاجه، لان كل برطمان من دولت كبير يا جماعه. ده برطمان اللي هو ورق العنب الجاهز، ودوت اللي هو بتاع المربى ده كيلو رسمي، لكن ده اللي انا ماسكاه اكبر من كيلو، وطبعا التاني تلتينه. ففعلا حوالي مدياني حوالي 2 كيلو 700 800. تمام. انا ما وزنتش لكن هو باين زي ما انتم شايفين كده بوزن البرطمانات دي. بصوا بقى بوريكم ما شاء الله بعد ما حطيتها على رف التلاجة وبردت، ده التماسك بتاعها تحفة جدا. كمان دخلتها في الميكروويف حوالي دقيقة علشان ان انا اعرف اوريكم الترميلة تفك تاني. طبعا كنت عايزاها بس انها تبرد بسرعة، فحطيتها في التلاجة. بصوا ما شاء الله الترميلة والريحة تحفة. انا ركنت خالص النص كيلو اللي انا كنت شارياه، والله قاعد عندي لغاية دلوقتي ما استخدمتوش اصلا، وهو ده اللي عملت بيه مخبوزات البيتي فور والكحك والقريبة. هحط لكم فيه صندوق الوصف اللي هي كلمة المزيد اللي في العنوان. بجد الطريقة تحفة تستاهل 1000 لايك. بصوا يا جماعة البرطمانات اللي انتوا بتشتروها من السمنة البلدي او من جروبات، وبتبقى النص الفوقاني سايحة شوية اللي هي مدية زيت، ديت بتبقى فيها زيت وداخلها زيت. وهحط لكم برضو في كلمة المزيد اللي في العنوان. لما حولت السنة اللي فاتت معاكم بفيديو، حولت الزيت لسمنة بلدي. تمام. بجد طريقة تحفة جدا. لايك بقى، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.